انتهت رسميا الانضباط تعلن قرارها في خصم 3 نقاط من الهلال وحقيقة قرب انتقال ميسي إلى الهلال في يناير. ولوكاكو الهلال السعودي هو أكبر نادي في الشرق الأوسط، وأمير سعودي يعلق على استدعاء لاعبي الاحتياط للمنتخب السعودي. ومحترف الهلال يدافع عن نيمار ويمتدح دوري روشن السعودي. لكن قبل أن نبدأ بالتفاصيل فضلا لا تنسى ترك إعجابك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. لجنة الانضباط تنهي جدل خصم 3 نقاط من الهلال رسميا. كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم مساء يوم الأربعاء عن قرارها الرسمي في احتجاج نادي الأخدود ضد مواطنه الهلال. الأخدود قدم احتجاجا رسميا ضد مشاركة المدافع الدولي علي البليهي مع نادي الهلال في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشين السعودي 2023-2024 بحجة امتلاك اللاعب 4 انذارات في رصيده. وأعلنت اللجنة في بيان رسمي رفض احتجاج الأخدود بعد التأكد من صحة أهلية مشاركة البليهي مع الزعيم الهلالي في المباراة. وأشارت الانضباط إلى أن مدافع الهلال يملك في رصيده 3 انذارات فقط حصل عليهم ضد أبها والاتحاد والشباب، ولا صحة لحصوله على الكارت الأصفر في مواجهة الفيحاء. وبالتالي تم اعتماد فوز الهلال على الأخدود ب3 أهداف دون رد وحصوله على ال3 نقاط بشكل طبيعي ليتصدر جدول ترتيب دوري روشين السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن التعاون الوسيط. وحقيقة قرب انتقال ميسي إلى الهلال في يناير. حسم رافائيل المتحدث الإعلامي لنادي انتر ميامي الأمريكي كل الجدل القائم بشأن احتمالية انتقال الأسطورة ليونيل ميسي على سبيل الإعارة إلى نادي الهلال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. رافائيل قال خلال تصريحات للصحيفة الرياضية السعودية التالي: دخول مسؤول دوري روشن السعودي في مفاوضات من أجل ضم ميسي قائد فريقنا على سبيل الإعارة عبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة. ميسي سعيد في انتر ميامي ولا توجد أي نية لرحيله عن النادي وسوف يستمر معنا بشكل طبيعي حتى نهاية عقده. ولوكاكو الهلال السعودي هو أكبر نادي في الشرق الأوسط. أكد البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق روما الإيطالي أنه يشعر بالفخر لوجود اهتمام من جانب نادي الهلال السعودي لضمه خلال فترة الصيف الماضي. وقال روميلو لوكاكو عن عرض الهلال لضمه في يوليو الماضي: أنا فخور باهتمامهم، ولكن بعد المحادثات الأولية لم أكن مقتنعا بالانضمام إلى الهلال. وأضاف لوكاكو: الهلال هو أكبر نادي في الشرق الأوسط. الدوري السعودي سيصبح واحدا من أكبر الأندية في العالم، لكنني لم أكن مستعدا لمغادرة أوروبا. وتحدث لوكاكو عن الأزمات التي تعرض لها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قائلا: أنا لا أتجول في الأدغال، سأتحدث في الوقت المناسب، لكن إذا قلت حقا كيف مر الصيف الماضي فسوف يصاب الجميع بالصدمة. وأتم النجم البلجيكي: كانت هناك أوقات اعتقدت فيها أنني قد أنفجر. قبل 5 سنوات ربما لم أكن لأتوقف وأقوم بذلك. وعبد الرحمن بن مساعد يعلق على استدعاء لاعبي الاحتياط للمنتخب السعودي. علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على استدعاء لاعبي الاحتياط في أندية دوري روشن السعودي إلى صفوف المنتخب الوطني في أعقاب استعداد الأخضر لنهائيات كأس آسيا 2023. وكان المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني قد أعلن مؤخرا عن قائمة فريقه التي ستخوض معسكرا في مدينة لاكوس البرتغالية خلال أكتوبر تشرين الأول الجاري. وضم قائمة الأخضر 31 لاعبا، منهم من لا يظهر بشكل أساسي مع فريقه بل يجلس على دكة البدلاء. وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد حول ذلك عبر حسابه على منصة إكس تويتر سابقا: سؤال يتم طرحه كلما استدعى لاعبون من دكة البدلاء بأنديتهم للمشاركة مع المنتخب، كيف يستدعون ومتى شوهدوا يلعبون ليتم استدعائهم؟ سؤال في غاية المنطقية لو لم يكن عدد اللاعبين الأجانب 8 في كل أندية الدوري. وتابع بالقول: طبيعي أن يكون أغلب اللاعبين المنضمين للمنتخب في الاحتياط في أنديتهم. واختلفت الآراء حول تغريدة الأمير السعودي، وكتب أحد المغردون: قصدك كلما استدعوا لاعبون بدلاء من الهلال لأن لاعب الهلال ضامن المنتخب حتى لو برجل واحدة. ورد الأمير عبد الرحمن بن مساعد على هذه التغريدة قائلا: بعض التعليقات لا زالت تحصر الأمر في نطاق التعصب للألوان، أصبحت من كثرة الهجوم الذي يتعرض له لاعبو الهلال في المنتخب بسبب ضمهم. أتمنى ألا يضم أي لاعب من الهلال. ربما يتضح أن أسباب هذا الهجوم منطقية وأنني مخطئ وأن هذه الآراء بعيدة عن التعصب. وأضاف: أبعدوا كل لاعبو
الهلال عن المنتخب وستتحسن النتائج بدون جدال، فالهلال هو العلة. ممتاز كيزا. ومحترف الهلال يدافع عن نيمار ويمتدح دوري روشن السعودي. أكد محترف نادي الهلال السنغالي كاليدو كوليبالي أنه لا صحة على الإطلاق لما يتردد عن غرور زميله البرازيلي نيمار جونيور، مؤكدا أنه متواضع للغاية وظهر هذا جليا في تعامله مع زملائه خلال الفترة الماضية. وقال كوليبالي في تصريحات أوردتها موقع سيني ويب السنغالي: في البداية كنا نعتقد أن نيمار مغرور، ولكن هذا ليس صحيحا. هو متواضع ولاعب رائع، يريد فقط أن يشعر بقيمته وأن يمنح الحب. وتحدث الدول السنغالي عن قوة بطولة دوري روشن السعودي قائلا: الدوري السعودي للمحترفين يختلف تماما عن الدوريات الأوروبية، لقد أصبحت جودته عالية بعد انضمام المزيد من النجوم العالميين. وتابع كوليبالي: لعبت في البطولة العربية قبل بداية دوري روشن السعودي، وهو الأمر الذي جعلني أقيم الكرة السعودية والعربية بشكل عام. الدوري السعودي للمحترفين والكرة العربية مختلفة تماما عن الكرة الأوروبية. وكان الهلال قد تعاقد مع نيمار وكوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم الثنائي إلى الزعيم ضمن عدد من الصفقات القوية التي أبرمها النادي العاصمي، على غرار المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز. يذكر أن نادي الهلال يتصدر حاليا بطولة دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب الوساطة، ويأتي النصر ثالثا برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد والأهلي، وذلك بعد مرور 9 جولات من العمر مسابقة الدوري السعودي.